ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة يا بنات هنتكلم عن تخطيط شهر يونيو، شهر 6. طبعا باين جدا من الرسم اللي انا عاملاه ان احنا طبعا صيف بقى وبحر وجو حلو وكده. فطبعا شهر 6 يعتبر من اول شهور الصيف، يعني اللي الجو بيبدأ يحرر فيها. فعشان كده انا عملت زي سيم كده حلو، ان هو ايس كريم بقى وبحر وشمس وجو حلو كده. التخطيط الشهري يا بنات انا بحبه لان جدا بحس ان ايه، بدايه جديده. يعني لو انت مثلا عكيتي الشهر اللي فات ما التزمتيش قوي، الدنيا ما كانتش معاكي مظبوطه، فدايما بدايه اول كل شهر بيحسسك كده ان في امل، في تفاؤل. احنا هنبدا اهو تاني من جديد، يلا اللي فات خلاص مات، هنبدا معانا شهر من اوله. فبيبقى يعني في تحفيز كبير قوي بداية كل شهر يعني الحقيقة، وبرضك بداية كل أسبوع، بس الشهر بيكون أكتر. يعني بحس إن في تحفيز أكتر في بداية كل شهر. معرفش لو في حد زي كده يبقى يكتب لي تحت في الكومنتات. طيب لو احنا طبعا جينا كده بصينا على شهر 6 هنلاقي طبعا ان الطابع المسيطر على الشهر هو طبعا بالإضافة ان في صيف ان في عيد، عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل الأمة الإسلامية والعربية بخير يا رب وبسعادة، وإن شاء الله ربنا يعود علينا الأيام كلها كده بالخير. وطبعا مش هننسى التحدي اللي كنا عاملينه للعشرة من ذي الحجة. طبعا الأيام دي مهمة جدا إن احنا نلتزم بالدعاء، بالصلاة، بالقرآن، بالصيام للي قادر، بالزكاة والصدقة للمقتدر طبعا ماديا، او اللي مش مقتدر طبعا ماديا ممكن يكلم حد، يعمل صلة رحم، يساعد حد، يطبطب على حد، يضحك في وش حد. يعني اعمال الصدقات واعمال خيرية كتيرة جدا. فممكن نعمل اي حاجة كويسة خلال ال10 ايام دول. طيب قبل ما ابدا اعمل اي خطة شهرية مهم جدا ان انا اقعد مع نفسي كده في دفتر خارجي غير الدفتر اللي انا بخطط فيه وبحط فيه الخطة. دفتر كده خصصه للعصف الذهني، اجندة، كشكول قديم، اي حاجة. ده انت بتقعدي كده مع نفسك بالورقة والقلم، تقعدي كده ايه يعني بتطلعي كل افكارك كده قدامك على الورقة والقلم. ما بتحطيش خطة في الدفتر بتاع التخطيط الا لما تقعدي الاول بورقة وقلم في دفتر كده خارجي، تطلعي كل الافكار دي اللي عامله لك زحمه في دماغك. يعني مناسبة عيد، على لو في حد لسه بيمتحن، على دخلة صيف، طب هنعمل ايه، طب المشتريات ايه، طب محتاجين نجيب ايه. تبتدي كده تقعدي كده تطلعي كل افكارك، محتاجة تقعدي تشوفي هدفك ايه، ايه اللي انت محتاجة تعمليه. هتعملي تنظيفات عميقة ولا هتاخدي الشهر ده اجازة عشان الامتحانات والعيد، وبعد كده من الشهر الجاي تعملي تنظيفات عميقة. طب هتشتري ايه مثلا مشتريات العيد، ولا هتأجليها لبعد العيد، وهكذا. يعني بتبتدي كده تقعدي مع نفسك زي عصف ذهني، بتخرجي كل الافكار اللي معاكي علشان لما تيجي تحطي خطة بقى تبقي حاطة خطة واقعية. ما ترجعيش تمسحي وتشخبطي وتعملي، لا تبقي انتي خلاص عملتي الخطوة دي اوريدي في دفتر خارجي بره. في الدفتر بقى بتاع التخطيط بنعمل ايه؟ بنعمل التقويم الشهري. طبعا اتعودنا في كل خطة شهرية بعمل التقويم الشهري عشان اعرف لو عندي ميعاد، لو عندي مناسبة، عيد ميلاد، ايا يكن، مناسبة زي مناسبة عيد الاضحى نعرف يوم ايه بالظبط في الشهر، الايام العيد ايه، الايام الاجازات ايه. وبكتب كده بالبونت العريض اهداف الشهر ايه، 1 2 3، احط 3 اهداف اساسية اللي هو انا لازم الشهر ده احققهم. امتحانات، مواعيد، هدف معين عايزه اوصل له خلال الشهر ده، ايا يكن ايه الهدف. بمختلف طبعا بقى اهدافنا، كل واحد ليه ظروف خاصه وكل واحد ليه اهداف مختلفه عن التاني. المهم انت بتحطي اهم 3 اهداف اللي انت لازم تعمليهم الشهر ده باي طريقه، بتحطيهم طبعا باذن الله. طبعا لازم نقدم مشيئه قبل اي حاجه، ولكن هم دول بيكونوا ليهم الاولويه. يعني اللي اقصده ان بيكون دول ليهم الاولويه. وبعد كده في الصفحة اللي بعد كده بتعملي قائمة بالمشتريات بتاعتك، سواء بقى مشتريات ليها علاقة بالعيد، مشتريات شخصية، مشتريات للبيت، أكل، شرب، خزين. انتي بقى كل واحدة وظروفها، وكل واحدة وظروفها المادية. في ناس بيجيبوا بالشهر، في ناس بيجيبوا بالأسبوع. انتي بتعملي بس قائمة كده وبتشوفي انتي هتعملي ايه. ممكن تكوني بتجيبي باليوم، يعني ممكن تكوني انتي ظروفك المادية انك انتي زوجك بيقبض باليوم. فكل واحدة بتعمل القائمة دي على حسب ظروفها، وكل واحدة بتعمل جدول على حسب ظروفها وعلى حسب معيشتها وعلى حسب ظروف زوجها.
بتشتغلي، انت ما بتشتغليش، فانت هتحطي مثلا قبضك مع قبض زوجك، هتعملي ايه؟ يعني كل واحدة بقى تظبط الامور على حسب ظروفها الشخصية. انا بس بديك الفكرة وانتي بتظبطيها وبتسستميها كده على حسب ظروفك انتي، مش على حسب ظروف حد. وتشوفي بقى هتجيبي لبس للعيال دلوقتي ولا بعدين هيقضوا بالحاجات بتاعه العيد الصغير، ولا احنا عشان خلاص في الصيف هتجيبي لهم حاجه جديده. اقعدي بقى كده شوفي دنيتك ايه وظبطي دنيتك. تمام. طيب بعد كده هنعمل جدول التنظيفات. طبعا انا كنت عملت فيديو للروتين الانجاز السريع، ده ممكن تعمليه لو انت ما عندكيش وقت. بعد الولاد ما خلصوا امتحانات ممكن تعمليه قبل العيد. لو انت مش قادره تعملي دلوقتي تنظيفات عميقه، ونخلي التنظيفات العميقه على الشهر الجاي او بعد العيد، مش مهم. حابه تعملي تنظيفات عميقه وعندك وقت والولاد خلاص خلصوا امتحانات وهتعملي تنظيفات عميقه، مفيش مشكله. ابداي امسكي غرفه غرفه وظبطيها، زعافي بقى وشيلي تحت السراير وظبطي دنيتك براحتك على الاقل من مهلك خالص. كل يوم امسكي اوضه كده اعمليها. لكن لو انت الوقت عندك ضيق، خلاص اعملي روتين الانجاز السريع ده. انا هسيب لك اللينك الفيديو تحت في صندوق الوصف، هيفيدك بشكل كبير جدا. تمام. فده بالنسبه لجدول التنظيفات. وعلى مدار الشهر انت بقى بتخصصي، يعني تبقي انت عامله جدول كده هتعملي ايه على مدار الشهر خاصه بالتنظيف. عايزه تاجزي الشهر ده كله عشان ضغطه الامتحانات والدروس والعيد والزحمه اللي احنا كنا فيها دي، مفيش مشكله. شوفي انت حابه تعملي ايه واعمليه، يعني مهم بس انت تشوفي انت هتظبطي الدنيا ازاي. تمام. طيب جدول العادات وجدول طبعا العبادات معاهم، لان طبعا انا كنت عامله فيديو خاص بالتحدي ال10 ايام من ذي الحجه دي، بتكلم فيه على العبادات بس. هسيب لكم لينك الفيديو ده تحت في صندوق الوصف. ولكن هنا انا ذاكره الجدول العادات بتاعتك اللي هي اي عاده بقى. انا حاطه لك مثال القراءه والرياضه، لان دي اكتر العادات اللي الناس بتحب تلتزم بيها. ولكن انت لو في اي عادة تانية، دول انت مثلا ما بتحبيش تتمرني، ما بتحبيش تقرأي، ممكن تكوني بتحبي تسمعي بودكاست، تدوين، امتنان، تعلم ذاتي، تتعلمي لغة، ايا يكن بقى العادة اللي انت عايز تكتسبيها او انت ماشية فيها، مهم نعمل لها جدول ونعمل لها بالتراكر علشان نتتبعها ونشوف احنا بنعملها ولا ما بنعملهاش. عناية شخصية، روتين عاملاه لشعرك، روتين عاملاه لبشرتك، كل دي تعتبر عادات. انت التزمي بيها بس وشوفي انا خدت الفيتامين النهارده ولا ما خدتوش، انا حطيت المرطب بتاع وشي النهارده ولا ما حطيتوش، انا عملت مساج لشعري النهارده ولا ما عملتش. دي كلها عادات، اعملي لها بالتراكر عشان تشوفي انت بتعمليها ولا ما بتعمليهاش. تمام. طيب مهم جدا اننا نقسم الاهداف بتاعتنا دي على ال4 اسابيع. يعني انا ما احطش كده اهداف كبيره او ضخمه واقوم قافله الدفتر وقايمه انام، لا. انا عملت دلوقتي اهداف كبيره، ابتدي بقى الهدف ده اقسمه على ال4 اسابيع. فلو انا مثلا هقرا كتاب 300 صفحه، يبقى انا مثلا ال 300 صفحه دول على 30 يوم، يبقى انا المفروض اقرا كل يوم 10 صفحات. يبقى انا بقسم الهدف الكبير ده على الشهر كله اللي هم ال4 اسابيع. فانا مطالب مني اول اسبوع مثلا ان انا هقرا مثلا 70 صفحة، ولا شوفي يعني لما تعمليهم كده على الآلة الحاسبة هيبقى مثلا المفروض تقري قد ايه في الاسبوع ده. تمام. المفروض مثلا ان انا عايزة اخس 4 كيلو خلال الشهر ده، فانا المفروض اول اسبوع هخس كيلو. يبقى انا بقسم الاهداف بتاعتي على ال4 اسابيع، على ال4 اسابيع. بشوف انا الهدف الكبير قوي عندي اللي انا حاطاه على مدار الشهر ايه، ابتدي ان انا اقسم كل الاهداف دي على ال4 اسابيع عشان تبقى اهداف صغنونه، فاقدر ان انا احققها وفي نفس الوقت ما كسلش او اسوف او احس ان هي اهداف كبيره قوي عليا، فابتدي اقول لا خلاص انا هاجلها، او مش الاسبوع ده الاسبوع الجاي، وهكذا. فمهم جدا ان انا لما احط هدف ابتدي اقسمه على الاسابيع، والهدف بتاع الاسبوع اقسمه على الايام، علشان الهدف معايا بدل ما كان مثلا هدف كبير قوي بقى حاجات بسيطة قوي صغيرة بعملها في اليوم. فاقدر ان انا استمر، لان هي الفكرة كلها في ان انا استمر بعادات صغيرة، باهداف صغيرة، بحركات بسيطة، بعادات بسيطة بعملها، فاقدر ان انا احقق منها اهداف كبيرة ان شاء الله مع الاستمرار طبعا. وبس كده. يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك وتعملي كومنت حلو عشان يشجعني جدا. وما تنسيش طبعا ادومه وانقال. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويا ريت تشاركوني تحت في التعليقات خطتكم اللي جايه ان شاء الله. يلا باي.